بعض الاطفال بيبقى عندها طعم في بقها مش كويس، او عندها يعني هو ما بيحسش بالسكر، يعني زي ما بيحصل كده للناس. مثلا واحد بيشرب شاي فبياخد معلقه سكر، بقى شويه بشويه يزود لحد مثلا في ناس بتاخد لحد 5 معالق سكر. فلو اللي بياخد 5 معالق سكر ده خد معلقه هيقول لك لا ده طعمه وحش جدا. ففي بعض الناس عندها دي حاجه خلقه ربنا، هو ما بيحسش بسكر، او يكون هو الطفل اتعود على الحلويات قوي فلازم ياخد حلويات كتير قوي. طب دي نحلها ازاي؟ اول حاجه هنبدا نحاول نعدل له الموضوع ده، انه ياخد حاجات طعمها مسكر بس صحيه. يعني مثلا بدل ما ياخد شوكولاته ياخد حاجه دارك شوكليت مثلا، ده شوكولاته غامقه. بدل ما هو بياخد سكريات يحاول ياخد فاكهه مثلا. بدل ما هو بياخد 5 معالق نبدا نقلل بالتدريج. في ناس برضو عندها مشكله في الدهون، ما بتعرفش تستطعم الدهون الا لو تكون دهون كتير قوي. هو اقلم نفسه او التذوق بتاعته، حاسه التذوق عنده ما بقتش ايه تشتغل غير لما بياكل دهون كتير، نتيجه ان هو بدا شويه بشويه بيزود الدهون، فبدات ايه الاحساس عنده يضعف إيه بالدهون. فده نبدا نحول له الدهون غير الصحيه دهون صحيه، ونبدا برضو نقلل شويه شويه بالتدريج.